السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم النهاردة فيديو جديد ولقاء جديد بيكم. أنا سعيدة إن أنا معاكم أختكم أمل أحمد معاكم. اللي أول مرة يزور قناتي ياريت يعمل لايك للفيديو لو عجبه، وسبسكرايب للقناة علشان توصلوا كل الفيديوهات اللي بنعملها جديد، ويفعل زر الجرس عشان توصلوا الإشعارات. النهاردة هنعيد تدوير علب بتاعت الاسباسيتو. عارفين الاسباسيتو ده كيكة من الكيكات بالشوكولاتة. اهي زي كده. العلب بتاعتها دي بتتباع ب10 جنيه. اللي يحب يعملها مشروع مربح بتبقى جميلة جدا وطعمها تحفة. العلبة دي لما تفضى هناكلها. لما تفضى شوية العلب كلهم هنعمل بيهم الفيديو النهاردة. فكرة رائعة هتعجبكم جدا وتدعولي. الفكرة دي هتخلي تفكيرك يتغير جدا في حاجات كتير، وهتنظم لك حاجات كتير وتخلي الدنيا زي ما انت عايزة بالظبط. لو كنت عايزة بيتك يبقى شيك وحاجتك تبقى تحفة ومتميزة، اسمع الفيديو. هنشتغل لغاية لما نكمل 4 علب، يعني اللي كانوا موجودين عندي. ممكن تنقصي او تزودي، وبعد كده شوفي هنعمل بيهم ايه. ممكن تستعيضي عن الاسترسات، تحطي اي حاجة غير الاسترسات، اي حاجة تليق معاكي. ممكن طريقة تانية لحط الاسترسات، انك بتقصي على مقاس الحاجة وبعدين تحطيها، طبعا اسهل بكتير من الطريقة الاولانية. تخليكي ما تتضايقيش وانت بتحوشي الزيادات، كده اسهل خالص.
بعد كده هنيجي الحواف نعملها بالجالون ده. اللي عنده استرسات اللي هي زي العقد كده ممكن يحطها تبقى اشيك كمان، بس احنا بننقي الحاجات الارخص. الجالون ده المتر بجنيه تقريبا، فمش بنحب نحط حاجات غالية جدا، لان هي اصلا فكرة اعادة تدوير يعني. برضو هنحط الجالون من تحت يدي منظر برضو ويحدد الحاجة. لغاية كده ممكن تستخدمي كل علبة لوحديها. طبعا أفكار حلوة جدا ممكن نعملها بالعلب دي لوحديها، بس هتشوفوا الفكرة اللي أنا عاملاها لكم هتعجبكم جدا. احنا بنقيس المسافة بين كل علبة وعلبة، ان احنا بنحط علبة في النص وبعدين نقيس. لو تحب يبقوا قريبين قوي من بعض، قيس المسافة اللي انت عايزاها بالظبط عشان ما تلخبطيش ويبقى كله مسافة واحدة وبعدين حطيهم. لكن انا حطيتهم كل واحد فرق بينهم وبين التاني علبة، عشان اقدر احط فيها حاجات كتيرة وكبيرة، يعني تبقى ليها مسافة. لكن اللي هتحط حاجات قليلة يعني حجمها صغير، يبقى اعملي مسافات صغيرة كده. انت عملت منظم او تربو رائع، ينفع يتحط عندك تعلقيه في اي مكان، في المدخل تحط فيه زرع، تحط فيه مفاتيح، تحط فيه اي حاجة تروق ليكي. ممكن تحطيه عندك جنبك في الأوضة، تعلقي فيه حاجات، تحطي فيه حاجات في الحمام، في المطبخ، في اي مكان يعجبك. هتلاقي ليه ألف استخدام واستخدام. منظره في منتهى الشياكة، أحلى بكتير ما باين في الفيديو. وطبعا ممكن تحطي فيه ورد وخضرة وحاجات حلوة. طبعا يصلح لأي مكان في الشقة، لأن هو ممكن يتغسل عادي جدا، بلاستيك واسترسات وحاجات. لو تحبي تحطيه على التسريحة عندك، تعلقيه جنب التسريحة، تحط فيها المكياج والاكسسوارات بتاعتك والحاجات. شايفة لما نضيقه يبقى شكله تحفة. تحطيه في أوضة بنات، أوضة ولادك، طبعا هيستفيدوا بيه استفادة حلوة جدا. وخصوصا الحاجات الرفيعة زي التوك والبنس والدبابيس والحاجات اللي بتروح ما بنلاقيهاش، هيستفيدوا بيه جدا. هتشوفوه لما نعلقه هيعجبكم جدا وتستفيدوا بيه. طبعا العلبة لوحديها انا هعمل لكم بيها فيديو لوحده، هيعجبكم جدا وتستفيدوا بيه، وممكن تعملوه مشروع مربح. ونفس الفكرة دي ممكن تجيبوا دست من العلب وتعملوا مشروع مربح في البيت، يصلح لكل حاجة. شايفين شكله في منتهى الشياكة، وهو خصوصا متجمع تحت بعضيه كده من غير مسافات. طبعا هتعلقيه يبقى تحفة. وممكن تعملي كذا واحد، كل واحد تغيري الاسترسات، تغيري، تحطي قماشات، تحطي مثلا فوم، تحطي آم، اي حاجة خامات تصلح للغسيل، لان انا ما بحبش اعمل خامات ما ينفعش تتغسل. فشايفين حاجة فكرة جميلة وسهلة، وتوفر لك حاجات وقتك ومجهودك، وتنفع لكل حاجة. ممكن تعلقيه في دولاب على فكرة، تحطي له شماعة وتعلقيه في دولاب، تحطي فيه بقى كل الحاجات اللي بتبقى زايغة منك مش عارفة طريقها في الدولاب. اتمنى انكم الفكرة دي تكون عجبتكم واستفدتوا بيها وتنفذوها ان شاء الله. والاعياد داخلة ورمضان والعيد، اتمنى انكم تنفذوها وتحطوها في كل مكان عندكم. وخصوصا العلب دي اكيد رخيصة مش غالية، احنا مشتريينها مع الكيكة نفسها، لكن اكيد بتتباع في محلات البلاستيكات والحاجات دي اللي بتبيع الحاجات الورقية رخيصة. ممكن تجيبي ديست وتعملي بيها مشاريع وتبيعيها وتستفيدي بتمنها. انتظروني ان شاء الله الساعة 8 مساء في بث مباشر بتوقيت القاهرة. اتمنى انكم تنتظروني وتبقوا محددين الكلام اللي نفسنا نتكلم فيه في البث ان شاء الله.
ويا ريت تشيروا الفيديو عشان اكبر عدد من الناس يستفيد بالفكرة وينتفع بيها. لايك، شير، سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.